الفلوس اللي بتتعمل من المنتجات متقسمه لثلاث طرق مختلفه. اول طريقه ان انا بصنع المنتج، يعني انا عندي المصنع، فبكل بساطه بنصنع المنتج بتاعنا. البيع بيحصل من خلال بقى ان انا فتحت محل في مول، فتحت صفحه على انستجرام، عملت موقع اونلاين، المهم ان انا اللي صنعت وانا اللي بعت. 99% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده مشكلتهم ان هم ما عندهمش حاجه يصنعوها ولا ورثوا مصنع ولا اي حاجه. فهنا بنخش على تاني شق، وهي فكره ان انت كنت ماشي في السوق في العتبه ولا في رمسيس ولا في الصين ولا في اي حته، ولقيت منتج حلو قوي بجد، المنتج ده خطير جدا، فقررت تشتري كميه من المنتج ده تخزنها عندك في البيت. انت عملت براند جديد بنفس المنتج ده بطريقه اسمها الوايت ليبلينج، وبدات تبيع المنتج ده. يعني ايه؟ يعني تحط اللوجو بتاعك على المنتج، تغير التغليف، تحط التغليف في اللوجو بتاعك، وتظبط الشكل العام. ثالث جزء واخر جزء من التجاره، وهو بكل بساطه ان انا ولا لقيت منتج في السوق ولا بصنع منتج، فبنعمل ستايل الدروب شيبينج. والله لقيت موردين اونلاين عندهم منتجات كتيره، عملت زي واجهه او موقع وبدات اعمل اعلانات للمنتجات. طبعا لازم نلتزم بالضوابط بتاعه الدروب شيبينج اللي بتخليه حلال، لان الطريقه التقليديه بتاعته حرام، قصه تانية ممكن تشوف مليون فيديو عليها. طريقه عبقريه جدا للتجاره، وواحد لما بيوصفها بتحس ايه ده ايه الذكاء ده الفلوس بقت سهله قوي، ولكن هي صعبه جدا، منافستها عاليه، ومحتاجه راس مال عالي جدا. ودي كل الانواع اللي تندرج تحت التجاره، اللي تندرج تحت تاني بفكرك الامبريلا بتاعت المنتج. انت معاك منتج،